السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم هي رز بالشعيريه مع صوص الدجاج. الصوص يجي بزاف بنين والروز تاني يجي طايب على حبه وبزاف بنين. درت له منكهات يخلوه يجي بزاف بنين. تبعوا معايا الوصفه، والوصفه هي سهله ماشي بسيطه واي واحد يقدر يديرها. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، تبعوا معايا الخطوات حتى الاخير. ما تنساوش تخلوا اعجابكم للفيديو، خلوا لي تعليقاتكم تحت الفيديو. حاجه الاولى، جبت زوج حبات تاع بصل يكونوا نوعا ما كبار، درتهم مقله، جبت مقله حطيت فيها شويه زيت، وجبت هذوك زوج حبات تاع بصل قطعتهم الى قطع صغيره، ودرت لهم شويه تاع ملح وخليتهم يتقلاو حتى يولي اللون تاعهم بني فاتح كما راكم تشوفوا، باش يطلق لكم بنه بزاف شابه في لاصوص. هذه هي. ومن بعد ضفت هنايا صدر تاع دجاج يكون مقطع الى قطع ماشي صغيره بزاف وماشي كبيره، تكون قطع متوسطه. ومن بعد نضيف التوابل درت حوالي نصف ملعقه كبيره كما راكم تشوفوا تاع كركم، ونصف ملعقه كبيره تاع حمار. المزيج بين الحمار والكركم يمد واحد اللون بزاف شباب لاصوص وبنه ثاني. وضفت حوالي ملعقه صغيره تكون معمره مليح او نصف ملعقه كبيره تاع راس الحانوت، وحوالي ربع ملعقه كبيره تاع فلفل اسود. والملح حتى كي يطيب الدجاج كامل ذوقوا، الا شفتوا خص الملح زيدوا الملح، هذه هي الملح حسب الرغبه. نخلط الخليط تاعي كما راكم تشوفوا ونخليه على نار متوسطه، نخليه على نار متوسطه حتى يطيب الدجاج تاعي. هذه حركوا مليح باش يدخل كامل التوابل في الدجاج وكامل، ونخلوه يطيب، نغطيه ونخلوه يطيب على نار متوسطه، مش حيدي منكم بزاف الوقت، الدجاج ما يشدش الطياب. من جهه اخرى جيبوا طاجين ولا مقله ولا باش نطيبوا فيها الرز بالشعيريه تاعنا. حطيت فيها حوالي ملعقه كبيره مش معمره مليح تاع السمن. انا مداري ندير المارغرين، برك هاد الخطره ما كانش عندي، كي بغيت نديرو ما كانش عندي المارغرين، درت السمن، وبالسمن تاني يجي بزاف بنين. ومن بعد ضفت الشعيريه درت حوالي كاس الا ربع كما راكم تشوفوا، حوالي 5 ملاعق كبار هكا معمرين مليح. وانتم شوفوا الا بغيتوها قاويه اكثر من الرز قووا الشعيريه على الرز، وانتم لكم الاختيار. ومن بعد نحمرها على نار تكون قليله، نحمرها ونحرك، ما تغفلوش عليها سينو راح تحرق لكم. خلوها على نار متوسطه وقعدوا تحركوا حتى يحمر اللون تاعها يولي بني غامق. ومن بعد نجيب الروز تاعي هنا كنت غسلته زوج خطرات، غسلته مليح مليح، ومن بعد نحيلو هذاك الماء ونضيفه للشعيريه تاعي. هنايا كيلت درت عبر تاع روز كما راكم تشوفوا بزوج عبار وعبر الا ربع. المهم دوك نفهمكم. نكملوا مع المنكهات درت حوالي 3 حبات ولا 4 حبات حب هيل يمد بنا بزاف شابه مع الروز، درت نصف عود قرفه، ودرت النجمه هذه ثاني تتباع عند العطار تمد بنا بزاف شابه مع الروز. هذو المنكهات يمدوا واحد البنه روعه مع الروز. والتوابل ما ديروا والو، ديروا غير الملح فقط، خاطش انا نكهنا الروز بهذه المنكهات وما راح يمدوا له البنه. وعندنا لاصوص تاعنا ثاني رانا دايرين فيها التوابل وكامل، هذه ما ديروا حتى تابل من غير الملح. نحرك نحمص شويه الرز تاعي كما راكم تشوفوا على نار متوسطه مع الشعيريه. ومن بعد نجي نضيف الماء هنايا ديروا الماء سخون. درت هنايا حوالي، خاطش انايا الروز درت بول كبير، هذا اللي كيلت به، هذا هو اللي راه واضح في الفيديو. درت بول كبير تاع روز، درت له زوج لي بول تاع ماء، وزدت بول الا ربع، معناتها زوج معمرين وواحد اخر الا ربع. هذه هي لا مارك اللي استخدمتها تاع الروز نورمالمون، لا مارك صوص مامون روز تاع صوص الا مانيش غلطه. هذه هي. ونخليه نزيد له كامل النار كي يولي يغلي نقص له كامل النار ونغطيه وندير له طرشونه ثاني فوق الغطاء نخلي حوالي ربع ساعه ولا نحل عليه. كي نشوفوا بلي صاي تشرب كامل هذاك الماء نطفي عليه وخلوه مغطي، عاودوا غطوه وديروا طرشونه فوق الغطاء باش تعطوا له بالسخانه باش يتشرب كامل هذاك الماء وينتفخ لكم مليح ويجي على حبه. هذه ما تحلوش عليه، كي طفوا عليه النار خلوه مبلع حوالي نص ساعه ولا باش تحلوا عليه. هذه باش يتشرب كامل هذاك الفابور هذاك الماء كامل باش يطيب لكم يولي على حبه. هنا من جهه اخرى كي طاب الدجاج تاعي كما راكم تشوفوا درت شويه تاع ما ضفتها لاصوص تاعي، درت شويه تاع ماء. ومن بعد جبت باطا تاع بطوش لا كريم فريش بطوش، درت باطا كامله، انا نبغي بطوش يجي فيها بنه بزاف شابه. وانتوما ديروا اي كريم فريش تبغوها، تبغوا ديروا لو ماتر ولا ديروا اي كريم فريش نتوما تبغوها.
برك الا درتو لا كريم فريش السائله ما ديروش الماء، هذا ما كان. ونخليها تطبخ شويه ومن بعد نطفي عليها، هذا ما كان. وهذه هي وصفتنا اليوم. هنا الوصفه تاعنا راهي جاهزه. الروز تاعي بعد ما طاب عادي فرغته في طبسي كبير، درت له غير شويه تاع مارغرين، هذا ما كان، وحطيته في طبق التقديم وزين ثاني بلاصوص. تزيين نتوما زينوا كيما تبغوا، لكم الاختيار، تبغوا تحطوا لاصوص فوق الروز تبغوا كيما تبغوا. صراحه هذه الوصفه تجي بزاف بنينه، نتمنى تجربوها. نتلاقاو في وصفه ثانيه ان شاء الله. السلام عليكم.